السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لبس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده وطريقه جديده ديال تحضير الكيك. نصوب معكم اليوم هاد الكيكه كتجي لذيذه ورائعه. كتجي بهذا الشكل هذا، كنديروا فيها الكوك، كنحشيوها بالكويرات ديال الكوك، كتجي لذيذه ورائعه. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي منمره ولذيذه. خليكم معايا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. بسم الله. كنحتاجو في هذه الحشوه هذه اللي غنعمرو بها الكيك من الداخل: كاس ديال الكوك مطحون، 2 معالق ديال النسلي، ومعلقه ديال النشا، وكنجمعوهم وكنعملهم مكويرات وكنخليهم عن جانب. ندوزو لطريقه تحضير الكيك. كنحتاجو 4 البيضات، كاس ديال السكر، حبيبات مع مرش، وشويه الملح. وكنطربوا هاد السكر والبيض حتى كينسجموا لينا، كنطربوهم مزيان. نطربوه مزيان تيولي الخليط ابيض. زدت هنا كاس ديال زيت المائده مع مرش. قد ما طربنا مزيان قد ما كتجي الكيكه خفيفه، كتجي اسفنجيه وخفيفه. زدت هنا كاس ديال الحليب، نطرب مزيان حتى كيولي مرغوي بهذا الشكل هذا. نزيدو الدقيق، زدت كاس هنا ديال الدقيق الابيض، وجوج ساشيات ديال بودره الكاكاو، الكاس الثاني ديال الدقيق. استعملت هنا 2 الكيسان ديال الدقيق، معلقه ديال الخل، زدت هنا نص كاس ديال الدقيق. هزت ليا 2 الكيسان ونص، وزوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى من حجم 8 غرام. خلطوه هنا غير بالفوي باش ما تهبطش لينا الكيك اللي طلعنا بالطراب. وخويتها في المول اللي كان مدهون من قبل بالدقيق والزبده. حاولوا تهزي يدكم الفوق هكا باش تخفاف ويخرج منها البرد. استعملت هنا دوك الكويرات ديال الكوك والحليب المحلى نيسلي والفرماج اللي استعملت من قبل. حضروه من قبل ما تصوبوا الكيكه باش ما تخمرش لينا الكيكه صافي. وكنحطهم هكا، كنحاول ندورهم هكا بالمول وكندخلها للفرن. كطيب كتجي بهذا الشكل هذا. كيجيو دوك الكويرات ديال الكوك كيجيو باينين، كيجيو فيها مزيانين. انا استعملت هنا شكلاط ودانيت واللوز كونكاسي اللي حمرته في المقله. ممكن تقدموها غير هكا بلا ما تديروا هاد الكريمه هذه، ولكن هاد الكريمه هي كتجي فيها لذيذه. ونغطي بها الوجه ديال الكيك، نوزعها عليها كامله. نوزعها عليها كامله حتى كتغطى، ونحاول نحركها هكا باش تغطى كلها. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكيكه هذه. كتجي لذيذه ورائعه بالصحه والراحه، وكيجي داك المنيضر ديال الكوك رائع.